السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا باشا، ازي حضرتك؟ انت تعرفها يا حسام؟ اه يا بنتي، ده الباشا ده احسن زبون عندي، واهله ناس محترمه، بيجي يشتري مني كل حاجه، ما شاء الله عليه، محترم جدا جدا يا بنتي والله. انت بتقولي ايه يا ماما؟ ماما؟ ايوه ماما. ليه يا ابني بس كده؟ انت مفكرني استعار منك يا ماما ولا ايه؟ انت تشرفي العالم كله والله العظيم. بص يا ست فاتن، القمر دي تبقى امي، والكشك ده هو اللي صرف عليا، وانا فخور جدا من اي حاجه في الدنيا اللي الكشك ده اللي صرف عليا. دي فاتن يا ماما. طيب انت ما عرفتنيش ليه يا حسام ان مامتك فاتحه كشك قبل كده؟ للاسف يا فاتن ما جاتش الفرصه اني اعرفك، بس احنا فيها اهو. انا عرفتك كل حاجه، وعرفتك ماما ايه وانا ايه، ودي حاجه بتشرف بيها. لا 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 يا بنتي، اعتبريني ميته. حسام ما يتعيبش، عنده شقته وعنده كل حاجته. انت ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا امي؟ ايه اللي اسمع بتقوليه ده؟ كلامش. انت مفكره نفسك اللي انت في حد احسن منك يا امي؟ انت جزمتك تشرف الدنيا كلها. حبيبتي اسمعي كلام، مالكيش دعوه بكلامه هو. بقول لك ايه يا امي عمرها ما كانت الناس بالفلوس ولا بالمكانه. ياما ناس معاها فلوس ما تسواش تعريفها واحده، وانت اهو في ظل ظروف وحشه ربيتيني وربيت اخواتي وطلعتني اهو، خليتيني انسان جامعي وخليتيني بقى في احسن وظيفه. ليه بتستقلي من نفسك ليه؟ انت احسن من اي حد في الدنيا. ليه؟ حبيبي انا عايزاك تشق طريق بعيد عني، شوف حياتك يا حبيبي. يا امي انت ب100 راجل، انت علمتينا وكبرتينا وعلمتينا كل حاجه، وكمان غير كده في ظل الظروف الوحشه دي طلعتينا كده، والكشك ده اللي صرف علينا. مش احسن ما كنا نعمل حاجه غلط؟ انت صرف علينا قرش حلال، ما سرقتيش وجيتي ربيتينا. انت ستي بمليون راجل، وتتشالي جزمتك دي فوق راسنا كلنا. ازاي بقى ما تشرفش بيكي؟ ايه رايك يا ست فاتن في كلامي ده؟ مش دي جزمتها تشرف اي حد؟ بالعكس، ده انا ما اتولدتش في بقي معلقه دهب. بالعكس، ده انا شفت اسوأ الظروف، وشفتك يا عيني بتشتغلي وتصحي من الفجر، وبتنامي برضو الفجر عشان تعرفي تاكلينا وتشربينا. دي حبيبي حاجه. واجب عليا، لازم اعمل كده يا ابني. وياما يا امي بيبقى في ناس كتير ما معهاش جنيه واحد وبتتظاهر اللي هي بنت باشا. صدقيني يا ماما، مش بالفلوس ولا بالمكانه، الانسان باخلاقه. شوف انت عملت عشاننا ايه بذمتك. ده رد الجميل. اجي في اليوم اللي نستعر منك؟ بالعكس، انا احطك فوق راس، ده انا امشي كده وسام على صدري. ده انت يا امي والله العظيم عمرك ما هتتعوضي، جزمتك دي فوق راسي. وقدام فاتن اهو، انا قلت لها كل حاجه. هي لو حابه تكمل معايا تكمل قبل ما يكون في ارتباط رسمي، مش عاوزه برضه نرجع لها، بس الام هتفضل فوق راس طول عمرك. ربنا يبارك لك يا ابني ويخليك ليا. اللي انت قلته ده يا حسام ما يقللش منك ابدا، بالعكس ده رفعك في نظري اكتر واكتر. وبعدين انت ما ينفعش اصلا تستقلي بنفسك خالص، ده انت ست ب100 راجل فعلا. كفايه انك ربيتي حسام، اصلا احسن تربيه والله. وهو دايما بيشكر فيكي، وانا اتشرفت بيكي جدا والله. وعلى فكره يا حسام، فعلا اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. انت لو كنت استعريت منها ولا استقليت بيها انا كنت هخاف منك، بس انا دلوقتي اتشرف ان انت يعني انا وانت يكون في ما بيننا ارتباط. وانا اهلي كمان هيفهموا الموضوع ده جدا. احنا كمان على فكره مش ما اتولدناش يعني في بقنا معلقه دهب، بالعكس انا ابويا تعب برضه وشقى لحد ما رباني. وانا ابويا بيشتري راجل يا حسام، وانت عارف كده كويس. ربنا يخليك يا فاتن على الكلام الحلو ده. وانا عاوز بس اعرفك يا امي ان انا ابن حلال مش ابن حرام. ابن الحرام بس هو اللي بيستعار من اهله، لكن انت جزمتك زي ما قلت لك تشرف العالم كله. وانا مبسوط ان انا شفتك في الموقف ده كده يا فاتن، عشان اعرف ان انا اخترت صح. انا شرفت بيكي جدا والله. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي ويسعدكم يا رب يا ابني. يا رب يا ماما. يا رب يا ابني يسعدكم. بعد الحب ده ايه اللي تعمل كل ده؟ تستاهل ايه؟ بعد الحب ده ايه اللي تدي حنان كده من غير حساب؟ نبوس التراب اللي ماشي عليه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حضن من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها ده بخيرها في دمي وعايش فيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حضن من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها ده بخيرها في دمي وعايش فيه.